لكن الماتش كله عك ثم تأليف ثم حاجه ما شفناهاش. وشفنا بس الحاجه الوحيده اللي هي من ترجعك 30 سنه من ايام الكابتن جوهر، ان انت اول 5 دقائق بتنزل تركز تجيب جون، وربنا كرمنا وجبنا الجون الثاني، وبعد كده طول الماتش ما شفناش صراحه. عك في عك طول الماتش. الفرقه المفروض بعد الهدفين في الدقيقه 3 والدقيقه 8 ولا 7 اعتقد ان انت كنت لازم تضغط تاني بقى، تضغط تاني وتالت وتجيب التالت والرابع، وبعد كده هتلعب كوره بقى عادي وتنزل لعيبه الكوره ويعملوا لك شقلباظات في الملعب ويخلوا لك بقى ويقول لك ادي حسام حسن وبصمه حسام حسن والكلام ده. انما انت بدات غلط. بدات غلط في ايه؟ كان مفروض اول حاجه شوبير عشان الجون بتاع الشناوي، واللي هيقول غير كده يبقى راجل ما بصراحه ما عندوش ضمير. الكوره بتاعت الشناوي، وقلنا الموضوع مش صعب يعني، الكوره مش عافيه، الكوره شوبير هو الاحق، هو الاجهز، هو اللي فايق. الجون اللي دخل فيه يحسسك ان لسه بعيد قوي على الشناوي. هتقول لي ما صد انفراد ايه؟ ده الراجل لو عملها من فوق جون. ده احنا نحمد ربنا ان الراجل ما شالهاش، ان هو حطها كده بسن الجزمه، واخد بالك؟ ولو دي مش عايزه يصدها كمان. فاول خطا مصطفى شوبير. تاني خطا ان انت بتلعب ب3 مساكين ليه؟ هتقول لي انت عملت الشوط الاولاني ده الفرقه مصدومه، الفرقه مش شايفه، خايفه من اول حاجه استاد القاهره، تاني حاجه الجماهير، تالت حاجه صلاح. يعني هم موهومين من ان في استاد القاهره اللي هو المرعب لكل الانديه الافريقيه، بعد كده الجماهير الغفيره اللي كانت موجوده، بعد كده صلاح موجود في الملعب، واخد بالك؟ الجون الاولاني صلاح عمله، تريزيجيه حطها. الجون الثاني مع تريزيجيه بمجهود فردي، انفراد مفروض لامام عاشور، كان خلصنا وخلص. بعد التوترات دي والارتباك بتاع فرقه بوركينا لازم نضغط ونجيب الثالث ونجيب الرابع. انما كده ما فيش بصمه المدرب، ما فيش اي حاجه، بنلعب سمك لبن تمر هندي، ما بيلعبش حد ناحيه الليفت. هتقول لي اصل ده عمل وحط تريزيجيه وده جاي من ورا، ما انت تحط ورا عمر كمال وشيل حد من الثلاثه اللي ورا. يعني الثلاثه اللي ورا احنا الشوط الاولاني ما حدش راح، يعني انت بعد كده هم راحوا الشوط الثاني كتير وجابوا جول وكانوا ممكن يجيبوا التعادل. فاحنا قلنا اول واحد شوبير، تاني واحد ان يلعب بالاثنين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، العب بحمدي فتحي في نص الملعب، بلاش مروان عطيه، واخد بالك؟ ده واحد. حط ماشي جنبه امام وبعد كده تغيره وهو كان وحش اصلا، واخد بالك؟ حط قدامه واحد زي ناصر ماهر، اعتقد ان كان هيبقى شكله حلو قوي، واخد بالك؟ وصلاح زي ما هو، وبعد كده مصطفى محمد، وبعد كده تريزيجيه، والدنيا هتبقى زي الفل. انما انت حطيت مروان وحطيت امام عاشور وبعد كده زيزو وبعد كده تريزيجيه، وبعد كده هتقول لي جبنا جونين، احنا جايبينهم من عند ربنا. يعني الجون الاولاني كره عاديه والاولى اللي حياها تريزيجيه، الجون الثاني مفيش يعني ايه، مفيش جمله اتعملت عشان نقول ايه دي بصمه حسام حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. كنا ساعات بنسمي المنتخب المصري نقول منتخب الساجدين، مرة نقول منتخب أولاد حسن شحاتة، ساعات نقول منتخب الجوهري عليه رحمة الله. دلوقتي بقى معانا منتخب الأقرع، منتخب الأقرع حسام حسن. بالله عليكم يعني بكل أمانة كده، هو المنتخب كان ليه شكل ولا طعم؟ بعد يا عم احنا اول دقيقتين، اول 10 دقايق ضغطنا وجبنا جونين. ايوه جبنا جونين بالحماس والضغط والنزله البدايه، وفريق بوركينا فاسو مخضوض. لكن ايه الجمله التكتيكيه اللي اتلعبت في الماتش؟ المنتخب كان بيلعب بايه؟ طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها المنتخب. فين البصمه بتاعه حسام حسن لو اعتبرناه مدير فني؟ ايه التكتيك اللي الفريق كان بيلعب بيه؟ يعني عايز تقول لي حلل لي كده ايه طريقه اللعب؟ ده مدحت شلبي مش عارف يقول هو المنتخب بيلعب بطريقه ايه في طول الماتش، بيدور على الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب، مش لاقي الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب. حسام حسن كان بيلعب بطريقه ايه؟ كلنا ندافع يا جماعه وكلنا نهاجم مع بعض، يلا بينا كلنا ندافع مع بعض وكلنا نهاجم. مفيش طريقه، ولا تقدر تقول 3-5-2 ولا 4-3-2-1 ولا 4-4-2 ولا الهوا، هي شغاله كده ويقول لك ايه طريقه وخلاص. منتخب بوركينا فاسو والله كان هيتعادل،
انت هنا بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك، والنتيجه 2-1 بالعافيه بالعافيه. منتخب بوركينا فاسو يعتبر ضيع التعادل على الاقل، مش هقول الفوز. انت بعد كده هتطلع بره ارضك ماتشين، هتلعب غينيا بيساو بره واثيوبيا بره، الاثنين دول بره ورا بعض. ودلوقتي انت دلوقتي الحمد لله ربنا كرمك وفزت. عندك هل الاداء اللي انت شايفه ده يطمنك انك هتفوز بره على غينيا بيساو وعلى فريق اثيوبيا، والاتنين هم متزايل المجموعه؟ فريق اثيوبيا ده عندك ماتشين بره، ماتشين بره. المفروض انت لو فزت بالماتشين اللي بره دول كده ضمنت. مدحت شلبي في اول الشوط الاول، اول 10 دقايق لما جبنا جولين، بيقول لك احنا قبل نهايه الجوله ان شاء الله، لا فرطت منه، قبل نهايه التصفيات بجولتين هنكون وصلنا لكاس العالم. اتفاجئ ببوركينا فاسو من بعد الدقيقه 8 لما جه الجون الثاني، من بعدها بقى خلاص يا عم نمنا. وبعدين هو الناس خايفه تنتقد صلاح ليه يا جماعه؟ ليه؟ هو ايه المشكله يعني اما يكون لاعب مستواه مهزوز؟ مفيش مشكله. حتى صلاح ما كان في ليفربول بيتغير وبينزل غيره وبينتقدوا اللاعب بمستواه، مفيش مشكله عادي يعني. اي لاعب ممكن مستواه يقل، مفيش مشكله. صلاح غير صلاح، رونالدو، ميسي، كل اللعيبه مستواه بيقل في ماتش بيطلع وينزل عادي. يعني انا ما شفتش صلاح ما قدمش حاجه كتيره قوي اوفر في المباراه دي. يعني تريزيجيه احسن لاعب النهارده في المنتخب، يعني بصراحه تريزيجيه. ومحمد عبد المنعم دوره كان كويس في المباراه يعني، وتقريبا الباقي يعني بيظهر على فترات. امام عاشور ما كانش 100 النهارده، ما كانش يعني مستواه جامد النهارده. حتى وهو طالع امام عاشور ما رضاش يسلم على ابراهيم حسن ولا حسام حسن، اللقطه جابتها معظم الكاميرات وهو طالع مديله ابراهيم حسن ايديه ما رضاش يسلم عليه، يعني هو ما كانش عايز يتغير. المشكله بقى ان حسام حسن مطلع امام عاشور منزل اكرم، يعني حتى ما نزلش واحد يعني يمسك كوره بيشغل الناس اللي قدام، يشغل صلاح ويشغل ما فيش واحد معاه يقدر يمسك الكرة حلوة مع المنتخب. يعني اقصدش ان تغيير اكرم لاعب كويس، بس انا قصدي كطريقة اللعب. فما تعرفش هو كان بيلعب ازاي، ايه طريقة اللعب، ايه الفكر اللي هو بيقدمه حسام حسن. ما فيش اي حاجة. لما اتزنق في اخر ربع ساعة في الماتش قاعد يشاور الجمهور عشان يشجعوا اللعيبة عشان وتشجع بحماس واللعيبه يزيد قوي. واخر ماتش اخر 10 دقائق قاعد يسال عمر جابر، قاعد يسال عمر جابر ويسال محمد عواد على الوقت فاضل قد ايه فاضل قد ايه فاضل قد ايه، وانت بتلعب على ارضك وسط جمهورك في وسط منتخب خارج التصنيف اصلا، منتخب بوركينا فاسو دي. يعني عندنا مثلا في مجموعات فيها مثلا فرق قويه فيها نيجيريا، في مجموعات فيها غانا، في مجموعات فيها فرق قويه. احنا ما عندناش في مجموعتنا خالص اي فريق قوي. طيب هل هو ده بقى حسام حسن المدير الفني؟ هل هو ده الفكر؟ هل هو الاداء اللي ترضوه لمنتخب مصر؟ لما كنا بنهاجم حسام حسن لازم يقول لك انتوا بتهاجموه ما تدوا له فرصه. طيب اهو ادي اول مباراه رسميه قدام فريق ضعيف غير مصنف واداء زي الزفت. ما تفرحش بالفوز، صدقني الفوز ده هو والاداء ده هو ما يطمنكش نهائي.